شريهان حياة تقول إنها فيها شيء روحاني، عصية على التكرار، وهي كل اللي حصل ده عملها يعني نوع من التطهير كده، من الشفافية والملائكية. هي حالة خاصة جدا بجد، منذ الطفولة، يعني ما بتكلمش بس على المرض، منذ الطفولة حياة خاصة جدا جدا، نجاح وشهرة وأموال وكل حاجة وأضواء بس هي اللي جواها قوي البنت البسيطة المحبة، اللي هي مش شايفة أي شيء تاني، لا فلوس ولا قصر ولا ثراء ولا شهرة ولا نجاح، فيها شيء كده أبيض روحاني. فعشان كده هي حالة خاصة. سمير خفاجة في عيد ميلاده كتبت كلمة بالواتساب، كلمة رائعة، حبيت أنشرها بس قلت أدبيا لازم تستأذن طبعا. كويس، وافتكرت ان هي هتتبسط، كانت مكتوبه حلو يعني، حتى مش بس بتقول له بحبك وانت عظيم، الصياغه حلوه قوي يعني. كان عاجبني انه في وجه اخر، ان عندها لمسه ادبيه الناس ما تعرفهاش، فحبيت ان انا اقدم ده. قالت لي لا. قلت لها ليه؟ قالت لي يعني مش يعني انا بحبه مش عايز، يعني هي حست انه اذا اشهرت هذا الحب كده، يعني شوف حسبت حسبه تانية خالص لم تكن في بالي، انه يعني انه الحب اللي هي بتحبه لسمير مش للتداول العلني، ده حاجه جواها. وهي لما بعتت ده يا تاريخ مصر ما كانتش قصدها تداول. فالمهم قريب فكرتها، حكت لي ما حبيتش يعني ابقى مشاعة على الملأ، لكن الكلمه دي لو عندك انشرها. كنت انا مسحتها خوفا من ضعفي. سمير خفاجة بالنسبه لها اب روحي يعني، واكتر واحده بكت على سمير خفاجة بعد الرحيل كانت شريهان، واكتر انسان عز مرض سمير خفاجة كانت هي يعني جزء منها بيتقطع عشانه، كانت برضو شريهان. يعني هي عندها كده تفاصيل في حياتها رائعة.